لو عايزين تعملوا غريبة ناعمة بتدوب كده أول لما تحطها في بقكم، يبقى هو ده الفيديو علشانكم. من غير ما تبصم ومن غير ما تفرفت من غير ما تتكسر من غير ما تسيح في قلب الفرن، هقولك على كل تريكاتها، وهقولك ازاي تبقى ناعمة وسواها كله كده أبيض، يعني مش محروقة مش ملسوعة، كلها أبيض فابيض وناعمة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والشير والسبسكرايب، وأهم حاجة اللايك عشان دوت اللي بيساعد إن الفيديو ينتشر والناس تشوفه بسهولة. دلوقتي معانا 8 كوبايات من الدقيق، عليهم 4 كوبايات من السمنة الفلاحي بدرجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة المطبخ، عليهم كوبايتين من السكر البودر. البداية بتبقى ازاي؟ البداية اللي احنا بناخد السمنة نحطها وعليها كوبايتين السكر، يعني معايا 4 كوبايات من السمنة اللي هي درجة حرارة الغرفة، عليهم كوبايتين من السكر البودر، وافضل اضرب فيهم كده بمضرب بقى بايدي، احنا عاملين بايدينا هنا عادي خالص، لحد ما القوام يبقى ابيض خالص، تمام، ابيض وهش كده. بعد كده بننزل بقى ب8 كوبايات الدقيق، كوبايتين لحد ما العجينه تتلم معانا، وهنشوف شكلها عامل ازاي، اللي احنا نكورها كده كوره ونضغط عليها من النص، ولا بتشقق ولا اي حاجه، تمام. يبقى هي دي العجينه المظبوطه، وهوريها لكم طبعا. طبعا احنا عشان ندخلها الفرن لازم الفرن يكون متسخن الاول، وهنعملها على درجة حرارة 160 150، يعني اللي احنا ايه، يعني كل بوتاجاز بيبقى غير التاني برضو، الحرارة بتاعته بتبقى غير التاني، احنا هنظبطوها، بناخدوا 2 كده ونظبطوهم، لقيناها فرشت معانا بتبقى برضو محتاجة دقيق تاني، لقيناها مظبوطة خلاص يبقى هي كده مش محتاجة دقيق، تمام. لقيناها بتشقق يبقى هي محتاجة سمنة، تمام. احنا عملناها اهي، بصوا بقى كده، ده كده القوام المظبوط خلاص، ولا محتاجة ولا سمنة ولا سكر. هنرصها بقى في قلب الحاجة، يعني أي صاجات عندك أو أي صواني، إحنا بنعملها في الصواني الألمونيا، ودي أحسن حاجة تسوي فيها مخبوزات أو نوايا من العيد. كمان لو عايزة تريحيها شوية في التلاجة ممكن تريحيها، مفيش أي مشكلة، ممكن تريحيها ساعة في التلاجة وبعد كده تشكليها، وعايزة تريحيها تاني مفيش برضو مشكلة. أنا حطيت فيها مكسرات، انت ممكن تسيبيها كده أو تحطي الخرز اللي هو بيبقى فضي ده، بيديها شكل حلو جدا جدا. وبس هندخلها الفرن لمدة 7 8 دقايق، على طبعا في الرف الوسط في الفرن، بتاخد 7 8 دقايق بالكثير جدا، على نار هادية، على نار هادية خالص. بصي يا بنات بيبقى لونها من تحت زي من فوق. تعالوا بقى اوريكم هي عاملة ازاي بعد ما طلعت من الفرن وسبناها تبرد خالص، وهنحطها في علبة محكمة ونقفل عليها طبعا عشان التخزين يعني. بصوا هي في نفس الوقت بتدوب ولكن ماسكة نفسها، ولا بتبصم ولا أي حاجة. ده كان الفيديو للنهاية، ما تنسوش تدعموني باللايك وتكتبوا لي كومنت حلو تحت، بحبكم.